وخلصت الفلوس واتقفلت الصناديق. اللي شفناه النهارده ما يدلش على مصداقيه الانتخابات نهائي. المرشح اللي بيديك ال 100 جنيه دي بياخدها منك مليون جنيه، بس انت مش واخد بالك. المرشح اللي بيديك الفلوس ده ازاي تثق فيه؟ هو بيديها لك خوفا عن ان هو ما ياخدهاش ما ياخدش كرسي، بس هو عايز يطول الكرسي باي طريقه. هيطوله ازاي؟ يديك المام اللي هي ال 100 جنيه. وبصراحه انتوا شعب النضيف فيكو ملوش مكان بينا، واي حاجه تحصل فيكو حلال فيكو، محدش يزعل مني، بس ده اللي انا شايفه. ازاي تمشي ب 100 جنيه؟ ازاي تمشي بكرتونه؟ ازاي تمشي بوجبه فيها ورك ولا فيها صدر؟ ال 100 جنيه اللي بيديها لك هياخدها منك مليون لما يتمكن وياخد الكرسي. الكرتونه اللي بيديك فيها ازازه زيت ولا كيس سكر ولا كيس رز هياخدهم اطنان لما يتملك الكرسي. الوجبه اللي بيبقى فيها ورك وشويه رز هياخدها مزرعه فراخ، بس هو بيثبتك، بس هو هياخد منك كل ده تاني 4-5000 الضعف. ما تقلقش. واللي بيشتري صوتك ده ما بيبقاش صادق في اي كلمه يقولها لك، عشان عنده مبدا اللي ديته الفلوس اذبحه. يعني انت بالنسبه له مالكش اي عازه. لحد امتى هتفضلوا زي ما انتوا كده؟ لحد امتى كده هنبقى شعب جعان؟ انتوا اللي عاملين في نفسكم كده، وكتاب الله انتوا اللي عاملين في نفسكم كده. 100 ايه ولا 150 ايه ولا وجبه ايه ولا كرتونه ايه؟ اللي شفته النهارده على ارض الواقع ما يرضيش ربنا. حاجه من الاتنين، يا تخلف يا قله فلوس. اتوبيسات وميكروباصات بتجيب الناس لحد اللجان وتدفع لكل واحد 100 جنيه ووجبه. طب فين المصداقيه والنزاهه؟ طب اللي اداني 100 ازاي اصدقه؟ طب ازاي تبيع صوتك بالرخيص مع ناس مش شارياك اصلا؟ ناس بتعاملك اللي ديته الفلوس اقتله، ناس بتشتريك بورك فرخه او صدر فرخه. مع تطورات الزمن اللي احنا فيه وما زلنا بنبيع نفسنا. امال هنتغير امتى وهنبقى بني ادمين صوتنا من دماغنا؟ امتى ما نخليش حد يتحكم فينا؟ شيء مقرف انك تبقى في نظر المرشحين اللي بيشتروك بفلوسهم كلب. ديتك معروفه، ما تقولش اللي هاخده منهم احسن منهم عشان مش احسن. لو مش مقتنع بحد ما تنزلش وتشارك، امتنع لحد ما تلاقي النضيف اللي يطلب حقك. كميه الفلوس اللي بتتوزع دي مش مخلياك تفكر شويه ليه بيضحي بالفلوس دي؟ مش مخلياك تفكر شويه ليه بيضحي بالفلوس دي؟ اكيد في حاجه مش مظبوط. بتستغلوا الغلبان الضعيف، بتسلبوا صوته بابخس الفلوس عشان عارف ان الحياه ضيقه معاه. طب ربنا اللي شايفك وانت بتحاول تشغل تفكير اللي قدامك، الغلبان اللي مقتنع ان في ناس هتغير مستقبله وحياته وحياه اولاده، بتشغلهم بالجنيه بتاعك وتغير فكرهم. امتى بقى ننضف؟ امتى يبقى لينا كرامه؟ امتى يبقى عندنا صوت نقدر نطلب حقوقنا؟ امتى تختاروا اللي يمثلكم مش اللي يمثل عليكم؟ البطايق كانت بتتلم النهارده بالفلوس، وبعد ما الناس انتخبوا كميه الاهانه والبهدله والذل هم بيرموا لهم البطايق النهارده على الارض. اهانوكم ب 100 جنيه يا اللي ما عندكوش احساس ولا دم. تستاهلوا بس يا ريت ال 100 تغنيك. روحوا بلانينا اشربوا اللي هيحصل لكم، اشربوا اللي هيحصل لكم. استناكم في الاعاده مع ال100 الجديده والكرتونه الجديده والوجبه المفيده، وما زلنا بنبيع نفسنا.